الشطط في استعمال السلطة، التعسف والقسوة ضد الحكومة الفرنسية، النهب والسرقة، التمرد ضد الدولة. إخوان، عرفتوا التوامة ديال من توجهات القائد محمد الدريعي من طرف الحكومة الفرنسية. والحكومة الفرنسية والدول الغربية عندهم هاد الطريقة اللي بغاو يقضيو على شي واحد خارج لهم من الجن، هي يتهموا بشي تهم اللي هما أصلا ما كاينين، بحال دارت ميريكان مع صدام حسين ومع العراق. تواجد الأسلحة الدمار الشامل. فين هم أسلحة الدمار الشامل؟ إخوان، مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصة القائد محمد الدريعي. محمد يا وليدي ذاك محمد محارب النصارى ولو نثغيمه بلا ربي خاص صبر اليقين. قبل ما نبداو، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدات كتزايد الاتهامات على القائد محمد. فرانسيس بداو تيعطيو في الاتهامات القسوة والتعسف ضد المخزن وضد الفرنسيين والحكم والديكتاتوري وداك الشيء، حيت ديما داك الغربيين ضروري اللي بغاو يطيحوا شي واحد تيديروا ليه التهم باش يطيحوه، والقائد محمد وحلو معاه. وخاصة ملي دخلوا مدينة أزمور وخرجوا منا بالقوة، خرجوا منا بالضد ديالهم، خرجوا ماشي بالخطر ديالهم، خرجوا حيت الدول ضغطات عليهم باش يخرجوا حيت ما داخلاش معاهم في المعاهدة. مع دخلوا لازمور ما يخرجوا، المولى عبد الحفيظ عاوتاني يعين القائد محمد باش يردوا الازمور والشاويه تما يولي قائد عليها. وخاصه غيبداو التجار الاوروبيين يبداو يشكيو عاوتاني، تيحبس علينا الطريقه، زايد علينا الفور، زايد علينا الضرائب، وتيزيد علينا هادو تيخلينا ندوزو. وخاصه كلشي تيبغيو يدوزو من واد ام ربيع للشاويه، كان مانع عليهم شي حاجه دوزان وما دوز تمشي لك شي العيبه ديالك، يعني مستعمل انت داخل مستعملنا ما غدي ديالنا بحال هكا. كان غادي يبدل المنهج هذه 1911 الحملة الفرنسية على مدينة فاس والاتفاق الألماني الفرنسي. قائد محمد شاف هادشي في شكل ولا شي تتقارب مع شي بقى تا عام قالت لي كانت قبل عام قبل معاهدة الحماية. شاف القائد محمد شاف القضية بدات تكحال عليها، غيحاول يدير بطاقة الحماية الإسبانية، وما كانش باغي يديرها، ولكن شاف هذاك الشيء ماشي تلي ولا شي تتقرب شي، غيكون النهايه ديالو المستعمره يزيد يتوغل تما. وكان القائد محمد هو اللي بسببه ما قربوش الازمور وتما، وكان مانع شحال سميتو الفرنسيين. علاش شنو غيدير؟ قبل عام 1912 فرض الحمايه على المغرب، مع تفرض الحمايه مساعدة واحد اليهودي وجوج ألمانيين، وانا مع الإسبانيين. قدر محمد يحصل على البطاقة الحماية الإسبانية، حيت كان مشى عند الجديدة، القنصل الإسباني كان جديدة، مشاو معاه اليهود توسطوا ليه وداك الشيء وخد المعاهدة الحماية. فرنسا مع سمعت هذيك ما عجبهاش الحال، ما رضاتش علاش تعطيه هذه الحماية وداك الشيء، وخد الحماية. فرنسا ما ديش ليه زعما راه عنده الحماية الإسبانية، بغى ياخذ البطاقة ديالو غيبقى يمارس في المهام ديالو، القائد يبقى يخدم كما هو غادي خدام، ومخليه باقي مولي المولى عبد الحفيظ. شنو غيدير؟ واحد النهار غيجي داك الجنرال، يجي واحد الجنرال سياسي تا هو باش يمشي للمناطق ويصفي المقاومين، ويهدأ الاوضاع ديال المناطق خاصه في ازمور. وكانت عنده اللائحه ديال المقاومين وياخذوا لهم النفوذ ديالهم باش يضعفوهم المقاومين ما يهضروش. وشكون اللي كان عنده الاول في اللائحه؟ القائد محمد الدريعي بالمعطي، كان عندهم هو الاول في اللائحه باش يصفيو عليه. شنو غيديروا؟ غيمشيو حتى لعندو لدارو، ولكن ما غيلقاوش، كان ساق الخبر قبل النهار. وكانوا دعاو ديك تما باش يتجمعوا، كانوا دعاو ديك المناطق ديالو، كانوا وصلاتهم الخبر باش يتجمعوا باش يديروا ليه قالب باش يشدوه. علاه قالك اش دار محمد حتى يموت مغرور؟ واش دار محمد حتى يموت مغرور؟ ولكن ما غيموتش هنايا، مع صافي هو يمشي عند داك صاحبو اليهودي سميتو سيكسو، غيبقى معاه تما، ويمشيو للقصبه ديالو، قصبه التريعات، وياخذوا ليه النفوذ والاسلحه والوثائق اللي عنده تما وداكشي داك اللي كان ناوي يدير ليه تيقاوم به، وما حيدوا ليه كلشي. الغد ليه هما يمشيو لعندو حتى لعند داك اليهودي وما يحاصروه، كان قرب جديده تاو، ما حاصروه، طوقوا المنطقه وجندوا شي وحدين من في جديده. راه هي اللي دار محمد حتى يموت مضروب، جاي ديال مزيه خرجت ليه بالكيه، راه هي اللي قالك طوقوا المنطقه اللي دار اليهود يدوروا عليه، واخا عندهم الحمايه الاسبانيه واسبانيا كان صيفطاتهم. قالت لهم ما تقربوش لهذوك، راه محميين من عندنا من اسبان، وما تسوقوش لهم.
ما بقاو محاصرين من تما تيدعوه باش يسلم راسو باش يشدوه، ولكن لا محمد ما استسلمش. شنو غيدير في الليل مع شي 6 الصباح ولا مع 9 الصباح غيدخلوا في الليل، بعدا غيدخلوا الاعيان ديال القائد محمد، غيتسلتوا وغيدخلوا للفيلا، والفيلا ديال داك اليهودي وداو معاهم الاسلحه وداك الشيء. مع دخلوا مع دازت نص ساعه اول بدا يطلق النار، القائد محمد والاعيان ديالو بداو تيطلقوا فرنسا وتيصيبوا داك الشيء. شويه القائد محمد هو يهرب من الدار، صافي مع هرب بقاو تابعينه وبدا تيتيري من هنا ومن هنا، تصاب شي وحدين والجنرال ديالو تما مات وداروا ليه كناد والتخربيق ديالهم، ومحمد هنا يهرب. هادشي كان تنفذ نهار 7 و8 و9. شنو غدير نهار 10؟ غدير فرنسا غتصيب 2 بارجه ثاني حربيه ثاني في واد ام ربيع، تحطوا تما سفينات حربيه، وغيتنفذ 5 غيتنفذ فيهم حكم الاعدام بتهمه اش؟ مساعده القائد محمد التريعي على العروب. بحال هكا تما بدات تخرج الاخبار، ملي تكون اليقين ما كاينش تولي التاويلات فين مشى القائد محمد. اللي تيقول لك بعد على جديده ب 20 كيلومتر مشى عند ولاد عزيز، اللي تيقول لك مشى عند ولاد بريكه صحاب وهادشي، ولكن في 1914 تاكدت الاخبار بانه مشى الاطلس الكبير عند المقاوم حمو الزياني باش يهاجموا فرنسا في الاطلس الكبير. شوفوا واخا راه ذاك جاب راسو يموت ما استسلم ما والو اخوان، وبقى تيقول لك هكا تما في الاطلس الكبير وكما ماش. انا تقول محمد قالوا والله شمعة محمد. واو قائد محمد هنا الله يرحمه الله يغفر ليه الله يغفر جميع المسلمين. سبحان الله محمد سبحان الله العظيم ان شاء الله.